لازم اعلق واصفق، ولازم انت كمان تعلق وتصفق يا صديقي، لانه بصراحه الاداء يلي سواه ريال مدريد مخزي ويستحق التصفيق، لانه يلي سواه انشيلوتي بهالمباراه يستحق عليه انه تبزق بوشه بصراحه. يعني يا انشيلوتي يا حبيبي، شو عملت؟ شو الفرق بين مباراه الدوري ومباراه السوبر؟ نفسها ذاتها، يعني والله العظيم نفسها ذاتها، كوبي بيست، نفسها ذاتها، ما تغير ولا شيء. اخطاء دفاعيه، فاسكيز ما عم يعرف يغطي، تشاوميني ضايع، وينكم؟ بس الفرق انه ميليتاو كان بدال تشاوميني بس. بالمقابل برشلونه ترفع القبعه لهانز فليك، انه قدر مع الفريق الكتالوني بهي المناسبه، وما اجملها من مناسبه انك ترجع مع برشلونه بعد سلسله نتائج سلبيه بهيك مباراه، تحقق السوبر وتهزم خصمك اللدود 5-2، ومع الرأفة ومع الطرد يلي اجاك. خلونا نحكي عن المباراة على السريع. اشترك وفعل جرس التنبيهات. معك الدبل تيكي، انطلق. بداية اللقاء أكيد 100% هي بداية مناسبة جدا لريال مدريد، رغم فرصتين محققتين لبرشلونة، ولكن الريال افتتح التسجيل وعن طريق مين؟ كيليان امبابي. يا سلام، امورك سليمة. ولكن من بعدها انشيلوتي سلم الكرة لبرشلونة. انا هون طلعت فيه، يا اخي شو عم تساوي؟ انت لما سلمت الكرة لبرشلونة كأنك عم تسلم حالك لأنياب الأسد. يعني برشلونة ما اضطر يجهد حاله كتير ليقطع الكرة، لا لا لا، انت اعطيته الكرة سلمته اياها، وبرشلونة اجمل شيء ممكن تساوي له وتقدم له اياه، وهو اغلى من دوري الابطال، انك تعطيه الاستحواذ. لما استحوذ برشلونة ظهرت الفرص، ظهرت المساحات عند لاعبين ريال مدريد، وكلكم لاحظتوا انه لعب برشلونة عن جهة فاسكيز. سجل برشلونة في شوط 4 اهداف. الاهداف لما تشوفها، لما تلقي النظر عليها، تعجز عن التفسير. يعني شو المشكلة؟ المشكلة يا صديقي انه ما في خطة دفاعية واضحة. روديجر بيصير بيعمل حاله انه هو المدافع مالديني، الكانافارو، الراموس اللي ما بيقدر عليه حدا، بصير بده يطلع مع ليفاندوسكي، وليفاندوسكي بتمريره واحدة قدر مثلا يكسر دفاع ريال مدريد في الهدف الاول، وروديجر لساته عم يطلع مع ليفاندوسكي. يا اخي عم تترك مساحات، حاج تطلع. تشاوميني تخطيطه سيئة، وكثير من الاشياء. بالمقابل برشلونة بصراحة والله يعني ترفع القبعة للاعبين برشلونة وهانز فليك، لانه بعد الهدف ما استسلموا، وبعد الهدف بصراحه كانت امورهم سليمه، كانوا عم يحاولوا. ضاعت الاولى، ضاعت الثانيه، كورتوا تصدى لوحده للثاني، بس يعني خلص بدها تفوت الثالثه، بدها تفوت، ولامين يامال يفتتح التسجيل عن طريق كره ذكيه بصراحه. يعني لو بده يشوطها بقوه كان تصدى لها كورتوا، لا، جابها بذكاء وبالزاويه الصعبه. الشوط الثاني شوط بصراحه ممتاز جدا من جانب برشلونه، وانشيلوتي ما غير شيء، والاحلى من هيك انه اكل الخامس، ومن جهه فاسكيز ورافينيا حطه. يا جماعه مش طبيعي، مش طبيعي المساحات، مش طبيعي الغباء من فاسكيز. يعني فاسكيز بالمباراه اكثر من مره عم شوفه بوسط الملعب ورافينيا ورا. طب شو عم تعمل يعني؟ ما بعرف، عن جد عن جد انا مستفزني موضوع الغباء في دفاع ريال مدريد. سجل الخامس برشلونه، حبطت الامل، ولكن ظهر الامل المشع اللي هو طرد تشيزني. يا سلام، يلا ريال مدريد خليكم ترجعوا. لا، ما بدنا نرجع. سجل رودريجو من ركله حره، ومن بعد ريال مدريد اختفى تماما. ريال مدريد يا جماعه يمكن يا دوب من بعد الطرد لحد نهايه المباراه سدد يمكن 5 تسديدات او 4 تسديدات بس. يعني حتى بهيك ظروف ما عرفتوا ترجعوا بالمباراه. المباراة عم تقول لكم مشان الله ارجعوا، خلاص هي فرصة قدامكم، يلا ارجعوا. وهانز فليك تراجع للخلف مع فريقه، وتماسكوا، وكانوا اقوياء وصلبين، وقدروا يخلصوا المباراة بنفس النتيجة، ويستقبلوا بس هدف واحد من ركلة حرة ومن لعب مباشر. بصراحة يا انشيلوتي تستحق البصق في وجهك وفي منتصف الجبهة. بالمقابل بدك بوسة من بين عيونك يا هانز فليك. حق لبرشلونة الانتصار، حق للبلاو جرانا هذا السوبر بأداء سوبر جدا من الفريق الكتالوني. واتمنى جدا جدا انه برشلونه ما ترجع نتائج السلبيه، وبالاضافه انه هانز فليك يطري مخه شوي مشان ما كل الفرق تقدر تهزمه من خلال مصيدة التسلل. بالمقابل ريال مدريد انا برايي حاجه، انشيلوتي باي باي، السلام عليكم، سلمني حاج فقط، حاج بس اقاله او استقاله برايي الشخصي، وجيب سولاري، جيب راؤول، جيب مين ما بدك، جيبني انا بدرب، والله بيطلع معي احسن من هيك. انت بتتكلم جد؟ يا اما بدك تعمل تغييرات جذريه، مثل انك فاسكيز ما تنزله، شواميني مقل دفاع، خلي اسنسيو. لما نزل اسنسيو ظهر بكم لقطه يعني ازعج فيا ليفاندوسكي اكثر مما كان شواميني، عن هيك كان طري مع ليفاندوسكي الصراحه. وهنا اصل الى نهايه حلقتي. اكتبوا بالتعليقات شو رايك بالمباراه. كان معك الدبلتيكي يا صاحبي، سلام.